في 1960 كنا أفضل من كوريا الجنوبية، وفي 1970 كنا أفضل من سنغافورة، وفي 1980 كنا أفضل من ماليزيا، وفي سنة 2000 كنا أفضل من تركيا. متخيلين معايا يا شباب؟ وين بلغت كوريا الجنوبية؟ وين وصلت سنغافورة؟ وين صارت ماليزيا؟ وماذا حققت تركيا؟ وإحنا وين وصلنا؟ رغم أن احنا عندنا من إمكانيات أفضل من اللي عندهم، ورغم بأن شعوبنا تتمتع بالقدرة والكفاءة أفضل مما كان عند كل هذه الدول، ورغم أن احنا عندنا انسجام اجتماعي أكثر مما عندهم. يعني لما تروح سنغافورة مثلا عندهم بوذ ومسلمين ومسيحيين وهندوس وإلى آخره، وعندهم ناس من أصل ملاوي وناس من أصل هندي وناس من أصل صيني، ومع ذلك سنغافورة حققت اللي حققته، لأن ببساطة هم وضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. وهناك سنن كونية تجري علينا وتجري على غيرنا، تجري على الأمم السابقة والأمم اللاحقة. هناك أسباب لقيام واستقرار واستمرار وازدهار ونهوض الدول، وهناك أسباب أخرى للسقوط واندثار وفشل وانتهاء هذه الدول. لا يوجد دولة قابلة للاستمرار إلى قيام الساعة، ولا يوجد نظام قابل للاستمرار إلى قيام الساعة. هناك قاعدة أساسية ورئيسية وقانون يحكمنا جميعا ويحكم كل هذه الدول والأنظمة، قانون يساهم إما بتقصير عمر هذه الدول والأنظمة أو بإطالة عمر هذه الدول والأنظمة، وهو ما لم يولى القوي الأمين والحفيظ المكين ويوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فنحن حتما نسير بسرعة إلى طريق الانهيار والاندثار والسقوط والانتهاء.